بعد الضجة وبالغ الصخب الذي أحدثه الفيلم الهندي حياة الماعز، والذي جاء بهيئة الحق الذي أريد به الباطل، وهو الفيلم الذي صدر عن رواية حياة الماعز والتي صدرت سنة 2003 للكاتب بنيامين، والتي استلهمت منها أحداث الفيلم، وهي الرواية التي متحت أحداثها بدورها كما زعم عن أحداث حقيقية وترجع إلى تسعينيات القرن الماضي. ونحن هنا لسنا بواردي الدفاع أو التعصب لأي طرف قدر محاولة فهم لماذا الآن وبهذه الآونة بالذات أثيرت هذه الزوبعة المفتعلة، والتي تشير كثير من الدلائل أنها شابه الكثير من التدليس المقرون بالإفراط بكيل شتى أنواع المساوئ والفظائع ودون ما أي سقف معلن، والتي سنقف عليها لاحقا. وهو الفيلم الذي تم عرضه منذ فترة ليست بالوجيزة بالهند. فيلم حياة الماعز أكيد يلبي وبجرعات عالية نهم كراهية الهندوس ضد المسلمين، وخاصة بعهد رئيس الوزراء مودي والمعروف بتطرفه، والذي عاشته ما تزال الأقلية المسلمة بالهند بعهد أسود فصول الاضطهاد والتنكيل، وهي المآسي التي جابت مشاهدها العالم. ورغم ذلك فرش له السجاد الأحمر بأكثر من عاصمة بالخليج العربي، وها هو ذا يتمادى بالإساءة الرسمية هذه المرة للمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي عبر هذا الفيلم، نوع بالإساءة للإنسان السعودي وبعده كل العرب الجزيرة العربية. وهو الفيلم الذي حصل على 5 جوائز من مهرجان كرياتكس، وهو مهرجان وازن بالهند. والفيلم سعى لتغذية بل وإشباع حد التخمة عقيدة الهندوس، والتي تمتد تقريبا على مساحة القارة، والتي شريعتها الأساس تعتمد عقيدة محاربة وتشويه كل ما هو إسلامي وبعده عربي. ولذلك كان استهدافهم للعربية السعودية وكل الخليج العربي وليمتد آثار لدغة الثعبان الهندي الهندوسي لباقي أعضاء الجسد العربي والمسلم بكل أرجاء المعمور. وهو الفيلم الذي تفتقت عبقرية المشرفين عليه ومخرجه، والذي كانت سمته الطاغية والصادمة وهي الغلظة الفظاظة والإنسانية، والتي كان يتلقاها الوافد الهندي والذي اختاروه كي يكون مسلما، وهو الاختيار الذي لن يكن بريئا وإنما ليظهروا خساسة شيمة بأسهم بينهم شديد. أيضا ومن ضمن المرامي الكيدية التي عمد حياة الماعز لتكريسها وهو السلوك الفظ والمعاملة المتوحشة المنفلسة من كل الضوابط الأخلاقية وكذا النواهي العقيدة الإسلامية التي تحث على صون كرامة العامل أو الوافد المهاجر، ما دامت الضوابط الدينية تعتبر سمة طاغية بالمجمل على عموم الشعب السعودي ومثله بباقي بلدان الخليج العربي. أيضا من بين الإساءات التي عمد المخرج إلى تضمينها بين ثنايا فيلمه هو أن المسلم الوحيد بالفيلم المعتدل والخلوق والمتسم بقدر محترم من الإنسانية هو الإفريقي إبراهيم، وهو الدور الذي جسده والذي عمل على مد العون لهم، والذي اختفى بظروف غامضة بالصحراء وباستثناء الهندي الذي جسد دور البطل الضحية، والذي يجعلك على طريقة بوليود المعلومة مرغما على التعاطف معه جراء الكم الهائل والتعدي الغير مبرر أو تقديم أي مساعدة مادية رغم ظروفه المزرية والتي تعز عن الوصف، واكتفى بتركه بمجرد وصوله للمدينة دون أي التفاتة مادية قد تسند جراء الحالة البئيسة التي كان عليها. وهو الدور الذي جسده الفنان الأردني عاكف نجم، والذي أكد أنه تم خداعه من طرف المخرج ولم يطلع على السيناريو كاملا، واكتفى بتغليطه أنه سيقوم بدور رجل سعودي شهم ينقذ شخصا تائها بالصحراء، وهو ما جعله يدون على صفحته بعد انستغرام معتذرا للشعب السعودي على اعتبار أنه لم يطلع على سيناريو الفيلم كاملا، وقدم له الدور على أنه يبرز شهامة السعوديين ولأجل ذلك قبل به. وهو ما يؤكد النوايا السيئة المبيتة للمخرج الهندي والقائمين على هذا العمل من ورائه، غير أن الصادم والأكثر قصة برأينا وإصرار الممثل العماني البلوشي، وهو لا يمثل بذلك اتزان
طيبوبة ورصانة الأشقاء العمانيين، وبأكثر من مناسبة على أنه غير نادم على تأديته لدوره بالفيلم، والذي كانت سماته وملامحه الأساس موبلة بالقذارة والفظاعة المفتقدة لأي وازع أخلاقي أو عقائدي يؤثر معاملته لأجيره بقوله وبكل بجاحة: لست نادما عن مشاركتي في العمل أبدا، بل بالعكس أنا فرحان بهذا العمل الكبير والجميل عالميا فنيا وثقافيا، وبعيدا عن الأفكار التي يتكلم عنها غير العقلاء يمينا وشمالا جزافا، وليستمروا إلى أن يتعبوا، وهي البشاعة التي لا تنسجم ودماتة خلق والتناغم الودي والحسن للمجتمع العماني مع كل أشقائه بالخليج وكل الوطن العربي، وذلك بعيدا عن التنميط المتجاوز بدعوى الحس الفني أو غيره من الفدلكة الكلامية التي حاول البلوشي المناورة بها من أجل التغطية على سوءاته المشهودة. وبالنظر لكل ما تقدم، فإننا لا ننكر أن هناك العديد من التجاوزات الكارثية والتي كانت وما تزال بظل النظام الكفيل، والذي بالمناسبة تم تقييده بمجموعة من البنود من أجل توفير حماية أكثر لحقوق العمالة المهاجرة الواجدة. وبالنهاية نصل إلى طرح السؤال: هل ممكن أن تنتج المملكة العربية السعودية فيلم بمواصفات وثيقة العالمي ناجح عن مأساة مسلمي الهند والعداء والاضطهاد الهندوسي لهم باعتبارهم أقلية عزل مقابل الأغلبية الساحقة من الهندوس الحاكمين والممسكين بالسلطة والمالكون لكل وسائل التهجير، الاضطهاد وحتى التطهير العرقي الذي يتعرضون له ويخرج للعلن من حين لآخر؟ وإلى هنا نستودعكم الله. إن حاز المقطع على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك بالصفحة ومشاركة تصوراتكم وآراءكم. دمتم برعاية